انضم السويسري أوريس فيشر، المدير الفني السابق لفريق يونيون برلين الألماني، إلى قائمة الأسماء المرشحة لقيادة فريق الكرة بالنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل بحث إدارة القلعة الحمراء عن مدير فني جديد يعيد للفريق توازنه بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة. وكانت إدارة الأهلي قد وجهت الشكر رسميا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عقب سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وهو ما عجل بقرار الإطاحة به والبدء في البحث عن بديل قادر على إعادة الفريق لمساره الصحيح. وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن اسم فيشر دخل بقوة ضمن الترشيحات المطروحة أمام لجنة التخطيط، خاصة بعد انسحاب البرتغالي باولو بينتو وتراجعه عن فكره القدوم إلى القاهرة لتولي القيادة الفنية، وهو ما أربك حسابات الإدارة ودفعها للتفكير في بدائل جديدة. المثير في الأمر أن طرح اسم أوريس فيشر جاء عبر دينو لامبارتي، وكيل أعمال المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي، وهو ما يثير جدلاً داخل النادي، نظراً للأزمة التي سبق أن تسبب فيها الشرط الجزائي الخاص بعقد كولر، ما يجعل الموقف أكثر تعقيداً حال التفاوض مع أحد الأسماء المرتبطة به. الأهلي في الوقت الحالي يدرس جميع الخيارات المطروحة بعناية، حيث تسعى الإدارة لاختيار مدرب يمتلك الخبرة الأوروبية والشخصية القوية لقيادة الفريق في المنافسات المحلية والقارية، خاصة مع اقتراب الأدوار الحاسمة من دوري أبطال إفريقيا.